يحاول انه يلقى. لكن اليوم المنتخبات اللي متواجده في التصنيف الاول منتخبات قويه، وانا اعتقد ان هذه مش مشكله، لان المجموعات باش تكون صعبه وباش تكون مباريات كبيره، واعتقد ان ماهوش اللي متواجد في المجموعه الاولى سيفوز بالبطوله، ممكن يكون في المجموعه الثانيه او الثالثه. لكن اعتقد ان التصنيف حاليا افضل منتخبات متواجدين في التصنيف الاول. التصنيف الاول. هذه الصور الان المباشره، ريغوبير سونغ يبدو انه قريب من مكان حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، يحيي الجماهير مع اقتراب هذه الحافلة، قريبة جدا من هذا المكان. نزلة السمان كما تسمى هنا كابتن نزلة السمان. بديت أعرف المكان. الجغرافيا قريبة، تقريبا 5 دقائق في انتظار الوصول، مع حماية أمنية مميزة في الواقع في شوارع القاهرة. الآن في منطقة الجيزة قريبة من الهرم، ليبدأ حفل سحب القرعة، وحفل أولا حفل استقبال الكأس، كلمات رئيس الاتحاد الأفريقي، كلمات هاني أبو ريدة كذلك والمسؤولين الآخرين في مصر. الآن الأمور تبدو جاهزة في هذا المكان. كرات سخنة وكرات باردة. إن شاء الله. لا، الجو بارد، كراتنا باردة. طيب كابتن، هذه الصور الآن مشاهدينا كبار الشخصيات، كذلك هناك لفيف من اللاعبين السابقين، من النجوم السابقين، عدد منهم سيكون حاضر في سحب القرعة إلى جانب مذيع ومذيعة الحفل، وكذلك العدد كبير من الصحفيين. على فكرة 30% من الحضور في هذا المكان هم من الإعلاميين، من الصحفيين الذين ينقلون الصورة كما هي، كما توضح لكم الآن مشاهدينا في الجيزة إلى العالم من خلال المباشر، من العديد من القنوات، من خلال المباشر عبر قنوات بي ان سبورت لهذا الحدث الكبير قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية يوم 21 من شهر يونيو المقبل، وستتواصل 19 من شهر يوليو المقبل بإذن الله تعالى. إذن بعد العيد إن شاء الله بأسبوع ستنطلق كأس الأمم، سيكون وقت مميز لهذه البطولة. يعني إن شاء الله تبقى بطولة ناجحة بإذن الله، كعادة تنظيم مصر للأحداث الرياضية بإذن الله. تكلمنا على التنظيم والاستقبال والحفاوة، ودي مقدمة إن شاء الله. ليس بعد العيد بأسبوع، أنا حسب بعد بأسبوعين. بعد العيد أسبوعين. إن شاء الله الصيام ما يأثرش على المنتخبات العربية. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا تعرف أنت آخر موسم طويل، المنتخبات الكل اللاعبين الكل جايين موسم طويلة، مع الصيام ان شاء الله ما ياثرش عليهم والتحضير يكون جيد. ولكن نفسيا يا كابتن طارق الامور هتكون احسن للاعبين. شفنا المعاناه اللي كانوا بيعانوها في خلال لما تكون البطوله في شهر يناير. أفضل طبعا افضل بكثير جدا. اللاعب هيكون مستعد وجاهز نفسيا وبدون خلافات بينه وبين ناديه. شفنا مشاكل كتير حصلت للاعبين المحترفين في اوروبا في التوقيت ده، انما البطوله تبقى في الصيف انا اشوف انه اختيار جيد جدا جدا. صحيح. في جو مثالي ان شاء الله في مصر في التوقيت ده. كابتن، الكاس داخله، انت على فكره دخلت الكاس اكثر لمصر من المطار. الان الكاس جاءت من المطار طريق الخطوط الجويه المصريه. ريغوبير سونغ لاعب منتخب الكاميرون، اخر منتخب حمل الكاس، الان تاتي الى الاهرامات، واحده من عجائب الدنيا السبع، ستكون تحت في سفح ابو الهول اهرامات الجيزه. لا نتمنى افضل من هذه المكونات، هذه الحفله. ان شاء الله تفضل في مصر باذن الله ان شاء الله. طيب اذا هذه الكاس التي شاهدناها، وهي ان شاء الله تفضل في مصر، ما نقولش انا تخرج من مصر. اللي بيدخل عندنا ما بيطلعش يا كابتن طارق، اللي بيدخل عندنا مصر ما بيطلعش. كابتن وائل، انتم عندكم اكثر من نسخه من هاي الكاس. صحيح. يعني خلونا الاخرين، خلينا شويه لينا احنا، والمغرب ما خليتش. خلينا المغرب 76 الجزائر، لما لا موريتانيا ان شاء الله. نتمنى البطوله تكون ناجحه ان شاء الله، منتخب عربي يفوز بيها، وباذن الله بطوله اهم شيء تكون ناجحه يا كابتن طارق، تنظيميا وكرويا ان شاء الله. التنافس على فكره سيكون شديد صحيح للغايه في الواقع. توسيع عدد المنتخبات هذا لا يعني بانه سيكون اغلبيه المنتخبات منتخبات دون مستوى.